اصحابنا عاملين ايه؟ اللهم اللهم صل صل وسلم وسلم وبارك وبارك على على سيدنا محمد. عليه أفضل الصلاة وانا والسلام. محمد وصل بهدل يا عيني يا عيني. يلا النهاردة هيعملوا ايه؟ تحدي البرجر. ماشي. احنا يلا النهاردة هيعملوا تحدي البرجر. قلت بسم الله الرحمن مش الرحيم. نحط البطاطس البطاطس ما ينفعش تتحط في السندوتش يا يا بيه. ماما. ليه ده انت تحدي كليها بقى؟ جنب اشمعنى البرجر التحدي ده اكتر حاجه تستمتعوا بيها؟ طيب استمتع يعني بيها اشمعنى ده اللي وكلها. تحدي؟ احط لك انا الحاجات الحشو اللي في السندوتش ولا لا هتحط انت؟ احطها. طيب كلي انت بقى جنبيها البطاطس يا بيه. على فكرة يا اصحابنا حلو. العيش ده احنا اللي عاملينه في البيت اهو، وطري الحمد لله يعني، طلع كويس يعني، حاجة على قدينا كده. وش كام شريحه بصلايه؟ عملنا العيش في البيت. البرجر هو اللي جايبينه كده ايه، يعني عادي من السوبر ماركت. قلت اجربه لهم. عملته بالعجينة اللي هي اسمها عجينة ال10 دقايق دي، اللي هي مش بتاخد وقت في التخمير كتير يعني. يلا كلوا بقى وقولوا انا لسه لاصحابكم ايه رأيكم. حطيتش كشة. ادم بيحب البرجر والحاجات ديت عليها الخضار بتاعها اللي هي البصل والفلفل والطماطم. حبيبه بتحب تاكله كده من غير حاجه، يلا يا جماعه نجرب يا دوبك بس كاتشب بس. كاتشب. كاتشب والبرجر بس بالعيش. ايه رأيكم في العيش طري؟ طب الحمد لله. قلت بسم الله الرحمن الرحيم. بألف هنا وشفا. انا مهلكم. خطير. وقطعت القدم بصل، هو بس البصل حراق، خلى عينه ايه، بص عينه حرقته. انا حطيت للبصل كده ملح وفلفل اسود عشان ما يبقاش ليه ريحه شويه يعني. حط يلا طماطم وفلفل، فلفل رومي مش حراق ما تخافش. حطيت في عندك توابل اهو لو عايزه تحطي. ايه رايك يا بيبي؟ دي طعمه التوابل. حلو. حطي عليه ملح وفلفل اسود كده. بس الفلفل الاسود مش توابل. مش لازم توابل الشطه، مش كل مره توابل الشطه. قلت بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه مش حاسه بطعم الكاتشب. انا ما رضيتش احط لك عشان الساندوتش ما يطراش كده ويدبل من الكاتشب. قلت لما هو يجي ياكل يبقى احط، لكن انا حطيت لك انتي عارف حبيبي. ليه بحس؟ مش حاسة حطيت لك ليه جوه مش حاسة الكاتشب، بطعم. جوه الساندوتش كاتشب، حطيت لك كتير انا والله. مزود خالص. خليه ياكل، هو بيحب يعمله زي السلطه، كانوا بيحبوا يزودوا الكاتشب خالص. ما تحطيش كتير عشان العيش من جوه ما ما لازم يطراش. نزوده يا جماعه لان الخضار واخد طعم الكاتشب. مفيش طعم ايه الكاتشب. رايكم طيب؟ اديله. مش ده احسن من الساندوتش اللي اكلته بره؟ كان بيبقى الحاجه بره غاليه على الفاضي. ممكن نعملها احنا في البيت. اديله يلا سبعة كلي ونص من بقى. 10. سهل على فكره البرجر. استني طيب. يلا على مهلك، يلا كلي يا كويس. جماعه اديله. ما تتكلمش وانت في بقك اكل، ما تبلع الاكل الاول. اديله وقطعت 10 من لهم 10. البطاطس. شكرا يا ابني، كتر خيرك، ربنا يكبر بخاطرك. قطعت لهم البطاطس اللي هي شوية. مقطعه الحلوه ديت عشان يبقى شكلها حلو. يلا كنت كلوا. اقول لك 9 ونص بس ما فرقتش يعني النص ده. قلت خلاص نفرحها بقى شوية. شكرا شكرا. طعم مجنني. مجننك اكتر ما انت مجنونه. انا انت ست العقلين. انا عملت لهم الاكل الحلو دوت عشان يتشجعوا يحفظوا القران اللي عليهم. حلو. مم. ربنا يهديهم يا رب ويصلح حالهم. وانتوا يا اصحابنا بقى بتحفظوا القران ولا لا؟ انتوا عارفين انا بحاول اقول لحبيبه احنا حبيبه وادم الايام ديت الايام العشرة ذي الحجه، والايام دي من افضل ايام عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني بحاول اشجعهم وهم يشجعونا على الصلاه في وقتها وحفظ القران. واللي احنا على طول نعمل ايه يا اصحابنا، نقول يعني نسبح ونهلل ونكبر. وافضل دعاء كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعي بيه كان ايه يا ادم؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كان هو والانبياء كلهم كانوا بيدعوا بالدعاء ده. الشيخه بتاعتنا اللي قالت لنا كده في الحلقه بتاعت هي القران. كان حاجة مميزة في المطعم اللي جالنا منه. بص انا كنت بتكلم في ايه، راح ادم ادم خرم البرجراية على على مكان تاني خالص. البرجراية معلش تخينة انا ان شاء الله ورفيعة. باذن الله المره الجايه هبقى اعمل لكم انا البرجر في البيت. هجيب اللحمه المفرومه واحط لها التوابل بتاعه البرجر
وان كان مثلا بصله مفرومه او كده وشويه بقسماط هعملها لكم ان شاء الله باذن الله. انا كنت بعملها لهم والله قبل كده، بس كان في حاجه وحشه بتحصل معايا ان البرجر كان بيكش، معرفش ليه. بقى لكن انا ان شاء الله باذن الله هعملها لهم انت بعد عشان كده احسن ما نشتريها من بره، وعلى في الاقل المطبخ اتأخرت انت في المطبخ. خالص على الاقل الحاجه في البيت عشان تبقى كده عملت مضمونه. العيش ده. ايوه انا لا، اخرت لا. عشان عملت لهم العيش يا دوت عادي فعلا. يا جماعة، وده يا ماما دي عين، يا ماما دي عين، يا ماما دي عين، يا ماما معلش دي وانت عين، يا اكلت ماما اهو دي في عين. الاخر. وانا اخرت ليه؟ مش على بال ما عجنت العجينه ديت وعملت لهم العيش الكايزر الصغنن ده. كنت قلت جبت له معرفش اعمل. ان ايش كويس من المخبز. طب والله العظيم اللي انا عملته دوت عملت في حدود 3 كوبايات دقيق ونص او 4 كوبايات دقيق ونص، عملوا لي بسم الله ما شاء الله يعني في حدود كام 9 كايزر كده، 9 كايزر 9 كده او 9 كنا هنجيب وكانوا 10 من حلوين. المخبز. الكايزر الكايزر بيتباع في المخبز بتاع قد كده قد كده كده صغنن يعني. والله العظيم ما يشبعش انه صغنن، لكن ده ما شاء الله الرغيف كده متوصي ويشبعك ويأكل كده بسم الله ما شاء الله ويشبع. يعني انا متأكدة ان هم هياكلوا الرغيف ده ويقولوا احنا مش قادرين. مين قال كده؟ كمل يا عم كمل. دي حاجة ما قلتهاش. انا ممكن اتسلق طيب. على البرجر اللي في البيت كله. قلت بسم الله الرحمن الرحيم. طيب شكلي هكسب. طب كلي يلا شطورة يا حبيبي. لا ده يلا مش كل. تحدي. ادم عايزة عشان أطبخ. يفلت كل شويه يقول لك ده مش تحدي. مم. حبيبه ايه مستمتعه؟ حاسة الجنة، باكل اكل الجنة. لا طبعا يا ماما، سبحان الله اكل الجنه ده حاجه ربنا يوعدنا يا رب ان شاء الله باذن الله، وكل المسلمين اجمعين يا رب، كل الناس بابا اجمعين في سؤال. الجنه ان شاء الله. وما هذا؟ هو ده دقيق؟ ده الدقيق ايوه. مش راضية. الجنة يا حبيبة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يعني الفاكهة اللي في الجنة دي ما شفناهاش أبدا طول عمرنا، ولا الأكل اللي هناك فيها أنهار من اللبن والعسل ربنا يوعدنا يا رب وكل الناس أجمعين يا رب، انا حاسة ان المسلمين انا أجمعين. اروح الجنة هلاقي اقول محل. يعني عادي ممكن ما الاقيها. يا أصحابنا ما تستغربوش، ده أثر البرجر. يبتدوا يفوتوا في الكلام. ممكن الاقي مانجا حد عادي برضه. اعمل لي بقى اعمل لي حبيبة سندوتشات خلصت مانجا. أول سندوتش الحمد لله. لا ده مش تحدي بقى. هو عايزة ادم مش أكل عايز براحتي. يعملوا تحدي خلاص، احنا ايه بنصور لاصحابنا واحنا بناكل اكل كويس كده حلو، ونقول لاصحابنا برضو ايه يا جماعة يعني ده برجر الحاجات دي كمان. مش صعبه ممكن نعملها في البيت. العيش دوت نجيب طريقته كده عادي، انا اي حاجه بتقف قدامي بجيب طريقتها من اليوتيوب وبعمل زيها والله. مره بتطلع حلوه، مره بتطلع وحشه، مرتين 3 4 بتطلع وحشه، بس بعدين بتعدل. ايه ده؟ ده حمر شويه، ده 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 باب ده. متحمر